هاي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير وأنتم عم تحضروا هذا الفيديو. بفيديو اليوم رح نعمل هذا الميك اب شوي جريء لحتى نبعد شوي من الألوان الاعتيادية والروتينية البنيات وهي القصص، ونغير شوي بنفسيتنا بهذا الحجر. طمنوني عنكم انتو، كيفكن؟ شو أخباركن؟ شو عم تعملوا بهالحجر وكيف عم بتقضوا وقتكن؟ وإذا حابين تعرفوا كيف عملت هذا اللوك فما تنسوا قبل ما نبلش بخطواته تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات، وأكيد تحطوا للفيديو لايك، وخلونا هلأ نبلش بالخطوات. وأول شي رح بلش فيه، رح أخذ هذا البرايمر من ماك ورطب فيه كل بشرتي واستناه شوي لينشف، وبعدين رح استخدم الفاونديشن اللي استخدمته هو اثنين، واحد من لوريال وواحد من ميبلين سوبر ستاي. طبعا موجود كل شي بالأرقام، كل المنتجات موجودة بأرقامها بصندوق الوصف، سواء الفاونديشن سواء أي شي تاني رح استخدمه. ورح بلش بالفاونديشن أول شي ببرش مسطحة ووزعه على بشرتي. البراش المسطحة ما بتترك خطوط على البشرة لما منحط فيها الفاونديشن، بس ما بتعطي هذا الشكل الأملس المسقول مثل ما بتعطي البيوتي بلندر. فبعد ما عملت بشرتي بالبراش او بعد ما عملت الفاونديشن بالبراش، رح مرق بيوتي بلندر مرطبة على بشرتي لحتى تمتص الفائض وتعطيني ملمس طبيعي او ملمس ناعم لبشرتي. رح اخذ هذا الكونسيلر من ريفولوشن وحطه تحت عيني، وكمان رح حطه على منطقة فوق العين او الجفن ليوحد لي لون الجفن، لحتى لما طبق الظلال يطلع لونه صافي ونظيف. وهلأ الكريمي كونتور رح حدد فيه عظمة خدي، وكمان رح حدد فيه الجبين ورح حدد فيه الأنف. هلأ إذا بدكم فيديو كامل لطريقة تحديد الأنف وهي القصص كلها بالكريمي كونتور فاكتبولي هذا الشي بالتعليقات مشان أعمله إذا حابين تشوفوه. ورح حدد شفايفي، هذا الشي بيعطي حجم أكبر للشفة. هلأ شوفوا كيف بعد الدمج الشفايف رح تبين أكبر. وأكيد ما تنسوا الحنك أو الدقن من تحت. وأول شي رح أدمج الكونسيلر بنفس البيوتي بلندر. طبعا كمان الكونسيلر فيكم مثل الفاونديشن، أول شي ببراش وبعدين بالبيوتي بلندر لتحصلوا على تغطية أكبر. هلأ الكونتور الكريمي كمان رح أدمجه بنفس البيوتي بلندر. ورح ثبت منطقة تحت العين بهي اللوس باودر من ميبلين، هي شفافة ما فيها لون. طبعا أول شي بتشوفوها بيضة بعدين ما بيبقى لها لون أبدا. وكمان كل الوش رح ثبتها بنفس اللوس باودر، كل شي كريمي على بشرتي رح ثبته بلوس باودر يعني بشي جاف. بالنسبة للحاجب صورت لكم فيديو خاص عن طريقتي برسم الحاجب لحتى يبين يعني أقرب ما يكون للشكل الطبيعي اللي أنا بالنسبة لي هو الأفضل. لحتى هالفيديو ما يكون طويل رح أخذ هي اللوس باودر من W7، هي بيجي لونها شوي على أصفر، كتير حلوة وبتعطي مثل فلتر لمنطقة تحت العين خصوصا. شوفوا هلأ دقني كيف لونها، وشوفوا بس حط عليها اللوس باودر كيف رح تصير. بتحسوا فلتر صار فيه على بشرتي. طبعا هون كنت عم صور وعلى أساس عم بحكي وطلع صوت مو مسموع، فلهيك ركبت الصوت على الفيديو بعدين. رح أخذ بهي البرش الألوان الثلاثة اللي أشرت لكم عليهم، ورح أدمج هذا اللون أو خليط من 3 ألوان على الجفن الثابت عندي بحركات روحة رجعة، حركات دائرية. أهم شي تكون البرش بإيدكم من نهايتها والحركة كتير خفيفة، وزيدوا اللون شوي شوي لتوصلوا للون اللي انتو بدكن إياه، وروحوا ورجعوا عليه لحتى تتأكدوا انه اندمج 100%. لا تنسوا تركزوا اللون الانتقالي بهي الزاوية الأمامية للعين، هذا الشيء بيعطي كبر للعين. هلأ رح أخذ هذا اللون الأحمر مع اللون اللي تحته اللي هيك الباهت البرتقالي الباهت، لحتى كمان ما يكون الأحمر كتير صارخ. وأهم شي تنفضوه منيح لحتى ما يطلع قوي ويبهدل الدنيا. وحطيته بس بزاوية العين، وبعدين رح أدخله شوي لجوا، شوي بس. طبعا شوي رح يكون على خط الكريس، يعني الخط الفاصل بين الجفن الثابت والجفن المتحرك.
ما رح طلعه لفوق أبدا. ورح اخذ هلأ هذا اللون ببرش دمج صغيرة وحط هذا اللون بس على خط الكريس، يعني على الخط الفاصل بين الجفن الثابت والجفن المتحرك. ممكن طلعه نقطة، يعني وأنا عم بدمجه بحركات روحة ورجعة ممكن طلع هذا اللون نتفة لفوق شوي، بس ما طلعه كتير، يعني ما خليه يتعدى اللون الأحمر أو اللون الانتقالي اللي حطيته أول الشي. ورح أرجع ببرش اللي فيها اللون الأحمر، ادمج اللون الموف مع اللون الأحمر على الأطراف. وببرش دمج صغيرة رح اخد هدول اللونين وحطه على زاوية العين من برا ودخله لجوا على خط الكريس تماما. شوفوا كيف عم دخل اللون بطريقة خفيفة، شوي شوي، ما تاخدوا اللون بكثرة، خدوه خفيف وشوي شوي زيدوا، يعني ابنوا عليه شوي شوي لحتى توصلوا للون اللي انتو بدكم اياه، لحتى ما تحطوا اول شي كتير وما بقى تعرفوا شلون تخلصوا منه. حطوه شوي وروحوا وتعوا على اللون لحتى يندمج. طبعا انا هون لسه ما اندمج يعني. هلا رح اخذ برش اللي فيها لون الاحمر وحط فيها لون أحمر خفيف وادمجه مع اللون البني الغامق اللي حطيته آخر الشي، وروحوا تعوا على اللون منيح كتير لحتى تحسوا انه اندمج وتغلغل مع اللون الأحمر. وأكيد إذا حسيتوا اللون خف خلال الدمج ارجعوا زيدوا لتحصلوا على اللون اللي انتو بدكم إياه. يمكن انتو حبيتوا اللوك بس حبيتوا تعملوه بدرجة ألوان أخف. طبعا هون كنت عم بحكي لانه اكتشفت انه الكاميرا خلص ما يعني الصوت ما ظاهر، فقعدت احكي واتسلى مع اختي. ورح ارجع بالبرش هديك اول وحدة او تاني وحدة تبعت اللون الاحمر وادمج كل شي على الاطراف. الموضوع كان شائق جدا. وهلأ رح اخد كونسيلر ببرش هيك مسطحة وارسم نص العين، يعني رح اعمل كات كريس بس نص كات كريس، وحدد الجفن المتحرك عندي بالكونسيلر مثل ما شايفين. وهلأ رح اخد هذا اللون الشمر اللي بيجي هيك على لؤلؤي وحطه على الكونسيلر. طبعا هذا اللون كمان من نفس الباليت. ورح ادمج الاطراف، طبعا البرش هاي في عليها لون احمر مدموج مع لون الموف، ورح ادمج بهدول اللونين اطراف اللون الشمر مع الالوان التانية اللي كانت محطوطة على جفني قبل. وهلأ بهيك برش مسطحة ومايلة شوي رح اخد من اللون البني اللي كان اغمق شي اللي حطيته بزاوية العين ورح احطه كمان بزاوية العين. طبعا هذا اللون ما تنزلوا فيه لتحت بس حطوه على خط الرموش تماما. وهلأ ببنسل برش رح اخد هدول الثلاث الوان اشرت لكم عليهم، هن نفسهم الالوان اللي حطيتهم فوق عيني، ورح ادمجهم مع بعض وبعدين ادمجهم على خط الرموش السفلية. روحوا وارجعوا بهي الالوان على خط الرموش السفلية لحتى يندمجوا وما يضلوا خط حاد. هلأ بنفس البرش اللي اخذت فيها اللون البني رح ارجع اخذ كمان اللون البني واعمل هي الحركة بمدمع العين، بتعطيني وسع لمنطقة مدمع العين وكنوع من تغيير الشكل. هلأ رح اخذ هذا الجيل لاينر من ميبلين وحدد فيه زاوية عيني وامشي فيه بس خط كتير رفيع على خط الرموش، وكمان عبيت بقلب عيني بنفس الجيل لاينر. وهلا هيك ضربة مسكرة خفيفة على الرموش وعلى الرموش العلوية وعلى الرموش السفلية. هون ركبت الرموش واخدت هذا البرونزر من NYX وحددت فيه تقاسيم وشي اللي هن عظمة الخد وعظمة الفك والأنف. الأنف أنا كتير بحب إنه يكون الكونتور خفيف عليه، ما بعرف ليش بحس بيتشوه بالكونتور الثقيل. طبعا انتو إلكن الحرية كيف ما بتحبوا تعملوا اعملوا. وهلأ رح اخد هذا البلاش من جابريني لونه كتير حلو، كتير بحب هذا اللون، ورح اخده بنفس البراش لانه ضيعت برش البلاش، يعني الفرشاية تبعت احمر الخدود ضيعتها، ورح احطه على تفاحة خدي. انتو حرين اذا حابين تحطوه على عظمة الخد وعلى منطقة عالية من الخد حطوه، بس انا بالنسبة لإلي بحبه على تفاحة الخد لانه بيعطي منظر خجول للوش ومنظر طبيعي ومنظر طفولي. ورح مرقه على كل بشرتي بطريقة كتير خفيفة لحتى ما يبين فيه مناطق
موردة ومناطق بنية ومناطق بيضة. وكمان هي الحركة هي اختيارية. وهلأ رح اخذ هذا الهايلايتر وحدد فيه كسرة الحاجب لحتى يرفع لي الحاجب ويبين لي الشغل انظف. ورح اخذ هذا القلم من جولدن روز لونه بني، رح حدد فيه كمان شفايفي. جربت هلأ هي الحمراء، حسيت اول شي انه مي طيبقة، بعدين حسيتها مع الوقت تغير لونها وما حبيت احط لون احمر وهيك الالوان، فرجعت شفتها انه لا مناسب اللون فكملت اللون، خصوصا مع الكونتور البني حسيتها طبقت كتير حلوة طلعت فكملتها. وهي هي طبعا ما تشوفوا هيك لونها بعدين بيقلب، ما بعرف بيتغير بصير بطبق مع الميك اب. خصوصا انه الكونتور بني فحسيت هيك غير شوي بلونها. وشوفوا كيف تغير لونها بعد ما نشفت لانه هي مات. وبس هذا كان كل شي لهذا الفيديو. إذا حبيتوا واستمتعتوا فيه واستفدتوا منه ما تنسوا تشاركوا مع رفقاتكم لحتى هن كمان يستفيدوا ويتسلوا. وأكيد ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الإشعارات. بحبكم كتير وبشوفكم بالفيديو الجديد. انتبهوا على حالكم.